السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة منوعات مامي. نبتدي الفيديو بالصلاة على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا بكل حد جديد دخل القناة، وأهلا وسهلا بأحلى ناس حلوة إن شاء الله ببركة ربنا. تعمل لي لايك ونتوكلنا على الله بأحلى لايك حلو كده من أحلى ناس حلوين عشان الفيديو يترفع لأكبر عدد مشاهدين ان شاء الله وبخير. تعالوا بقى نشوف الفكرة النهاردة. كل ما يجي معانا فكرة جديدة بنعملها ببركة الله. احنا النهاردة المسألة مسألة مش تحدي الغلاء، لان بنتي قالت لي ايه يا ماما تحدي الغلاء اللي انتي عمالة تقوليها دي انت حتى كيس المكرونة يا ماما النهاردة بقى الكيلو المكرونة ب20 جنيه، يعني مفيش حاجة اسمها تحدي الغلاء. فانا قلت برضو ايه نبتدي بالصلاة على الحبيب ونعمل فكرة جديدة. معانا هنا مكوناتنا ايه. احنا عايزين دلوقتي سمنة بلدي، والسمنة البلدي بقت ما شاء الله ولا قوة الا بالله. ده اللهم بارك ايه، ده نص كيلو دهن. انا بوريك الفكرة، ده نص كيلو دهن. تعالي بقى ازاي نعمل منه سمنة بلدي، وازاي وانت بتسيحيه ما يطلعلوش ريحة، وازاي تبقى ريحته اللي هي ما بتبقاش الفزة اللي بتبقى زي عاملة ازعاج للجيران كده دي. فاحنا نتوكل على الله ونشوف هنعمله ازاي بطريقة حلوة يطلع معانا احلى سمنة. اهو مولعه الحله تنشف. هنحط كده دي كوبايه زيت. لو انت للكيلو هتحطي برضو كوبايه زيت. انا حاطه زيت كتير لان انا مش حابه ريحه ما بحبش ريحه الدهن، وعلشان نفصل الدهن ونخليها اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ملوش ريحه ويبقى ريحته عاديه. الاول هنفضي كده في الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي بقى عشان تتجنبي الريحة هنحط عليه نص كوباية لبن، وكمان عشان كل ما يتحول معاكي يقلب معاكي لسمنة بلدي وما يبقالوش ريحة. الدهن ده هنعمله مش للغرف بقى، مش حضرتك ايه هتقعدي تاخدي كده معلقة وكده، لا غلط على الكبد وغلط على كل حاجة. هي حاجة بسيطة حاجة بسيطة. انت يا تجيبيه بتخلي الراجل يديهولك مفروم، يا اما تبشريه بالمبشره، يا اما تضربيه في الكبه لو عندك كبه. انا بصراحه مرضيش احطه في الكبه، خليت بنتي الغاليه دي قعدت تبشر فيه لما طلعت عينيها بالمبشره. تعالي بقى لوصفتنا التانية الحلوه الجميله. على بال ما هو كده معانا ياخد سوا، وواحده واحده هتشوفي طريقه السوا، وواحده واحده ازاي هتطلعي سمنه بلدي. بصي يا حبايبي، دي القشطه اللي انا لميتها وعملتها. اللهم صل على كامل النور. برضو لما كل ما اجيب كيلو لبن اغليه اشيل قشطته وعينها في التلاجة في كيس في الفريزر. اتلمت ضربتها في الخلاط دي كده، لميتها بايدي كور، واديكي شايفه الكوره ناشفه ازاي ما شاء الله اللهم بارك. هروح كده تعالي برضو نسويها علشان نعمل منها وصفه حلوه. بصي كده ادي انا ولعت العين اهو، هتبتدي تسيح. شايفه انتي اللهم بارك اللهم بارك. استني في حاجه هنا واقعه. ايوه كده. وده هو بقى بصي هي هتسيح معانا وهتغلي على نار هاديه واحده واحده كده. وتعالي معايا بصي هنا الدهن بقى شغاله اهو على نار هاديه لانه بيفقفق كده. ابقي خلي بالك هيفضل معاكي فيه حتت كده، دي حافظي عليها، دي كنز عارفه، دي تخليلك طعم الاكل روعه. الصواني كده الفخمه والحاجات الفخمه والحاجات الضخمه بتاعت رمضان دي تخلي لها طعم لذيذ. اهي بصي معانا واحده واحده كده ماشي. وخلي بالك من الفقفقه اللي بيفقفقها دي. انا مهديه عليه النار، والزبده مش مهديه عليها النار. شايفه انتي اصلا بدات ايه تعمل تسيح خالص اهي. اللهم بارك. هتسيح. تعالي بقى نشوف وصفتنا التالتة والنار شغالة برضو كده عشان تبقى الدنيا حلوة. وصفتنا التالتة ايه هي بقى؟ حاجة جميلة جدا. احنا عايزين دلوقتي نعمل غريبة وبوتفور وبسبوسة، الحاجات الحلوة الجميلة دي، الحاجات الحلوة دي. افرضي انت بقى ان انت ايه ما عندكيش مثلا
السمنه البلد اللي هنعملها دي هتتعمل بروابع عادي، بكريستال، بجنة عادي، بس هتبقى يعني. انما البسكوت والغريبه والحاجات بتاعه العيد بتحتاج جدا ايه، زبده. فاحنا يا حلوه بقى لازم نشغل رمضان كده بحاجات جميله وفي نفس الوقت خفيفه. فتعالي بقى نعمل نخفف الزبده، تبقى زبده برضو بس تبقى خفيفه شويه. يعني انت فاهمه الفكره؟ يعني هي الزبده نفسها هنديلها خفيه شويه. للكيلو هنديه كوبايه زيت، للنص هنديها نص كيلو. ده نص كيلو اديته نص كوبايه زيت، شايفه؟ نص بالظبط، نص المج العادي بتاع الشاي. تعالي بقى كده على النار واوريكي هنعمل ايه. كده الزيت فضيناها اهو في الحله. مش عايزاه يقدح، عايزاه يسخن كويس، بس يبقى سخن كويس جدا، هو اللي هيعمل لنا الزبده ان شاء الله. على بال ما الزيت يسخن معايا كده، بصي السوا، بصي سوا الدهنه عامله ازاي اهي، ما شاء الله. شايفه اهو بدأ يدخل في السوا اهو، شايفه بدأ يفصل معانا ويعمل. عارفه مفيش اي ريحه خالص في الشقه. لو انت سيحتيه لوحده من غير كوبايه اللبن كان زمان ريحته اللهم بارك اللهم بارك. وبرضو عندي هنا السمنه، بصي ما شاء الله اهي شغاله اهي. هتغلي برضو وتستوي بالراحه كده، خلي بالك لا تفور كده زي ما انت شايفه كده. تغلي مع بعضها. كون الزيت سخن هنعمل فيه الوصفه التالتة. بصي كده سخن بقى كويس اهو، عشان مش عايزينه ايه يعمل كده. هنجيب الفوطه الحلوه الجميله دي ونشيل الحله عالم. بصي كده وتسمي الله بالراحه وتنزلي كده كده في الزيت. بصي كده تقلبي كده في سخونيه الزيت، هي هتسيح. احنا مش عايزينها تتحط على النار، احنا اساسا عايزينها زبده زي ما هي، بس يعني عايزين نزود الكميه. يعني مثلا للكيلو هتحطي كوبايه زيت، للنص كيلو زي ما انا عامله نص عشان اوريك الفكره، وعشان نعمل بيه مع بعض وصفات رمضان ان شاء الله باذن الله تعالى، ونعمل مع بعض بتفور وقريبه، وهنعمل بسكويت باذن الله. بعد ان كنت وصلت معايا بالفيديو لحد هنا اعملي لي كده لايك حلو كده جميل كده، عشان الفيديو يترفع لاكبر عدد من المشاهدين والفكره تساعد الكل ان شاء الله. تعالي بقى بصي هتفضلي تقلبي كده في السخونيه، هي هتسيح. بعدين حطيها في علبه، انا هحطها في علبه عادي كده. الجو برد عندك، لسه الدنيا برد على الرخامه، مش هيجرى لها اي حاجه، تقعد بعد رمضان كمان مش هيجرى لها اي حاجه. هتحطيها في التلاجة عادي، تحطيها في الفريزر هتقعد معاكي لما للسنه الجايه، مش هيحصل لها اي حاجه ولا هتفصل ولا اي حاجه خالص، لان احنا حاطين كميه الزيت قليله. اوعي تكتري الزيت وتفصل منك وتقولي هي قالت لا. على بال ما هي تسيح تعالي معايا نعمل ايه، نشوف سوى الدهنه والزبده. بصي كده اللهم بارك، بصي تبارك الله بدأ يتحول معانا خالص اهو، اللبن اختفى تماما، وانا بالله ما في اي ريحه للدهن هنا. جربوا الوصفه زي ما انا عملتها وشوفي كوبايه اللبن هتطلع معاكي عسل. شوفي تبارك الله اللهم بارك اهو. ده لسه ابيض عشان تلاقيه بدأ ياخد لون معاكي ذهبي كده، تفصلي عليه كده تعرفي تطلعي سمنه ماشي. وهنا العسل ده شوفي بدأ هو اول لما يفصل كده، لسه بصي يا دوبك اول لما يفصل الوش من اللهم بارك، هتلاقيها بدأت تصفر معاكي، دي هتبقى مرطة كده والارضية هتصفى لوحدها ماشي. تغلي كده مع نفسها، خلي بالك منها.
بصي كده يا روحي ساحت خالص اهي، اللهم بارك تبارك الله. والزبده معانا بص قوامها يعني ما شاء الله على حالها، ولا تفصل مننا ولا اي حاجه. خليكي مركزه معايا، الله يصلح حالك وحال والديكي. تعملي ايه؟ كوبايه زيت للنص اللي زي ما انا عامله كده. جايبه كيلو زبده، هتحطي اللهم صل على كامل النور نص كوبايه زيت على نص كيلو زبده. كوبايه زيت او لتر زيت للكيلو. وصلت لك؟ لو الكوبايه بتاعتك صغيره، يعني كوبايه كده المج الكبير بتاع الشاي يعني مثلا. بصي يعني انا عندي مجين، شايفه انتي في فرق بين دي وهو مج ودي؟ اوكي، شايفه دي من دي في الحجم، في الحجم بصي دي اكبر، دي صغننه، انا احب دي، فاهمه؟ الكبيره دي ماشي اعملي بيها اللهم صل على كامل النور للكيلو. ليها كوبايه زيت كده للكيلو تطلع معاكي حلو. انا بس مشكلتي ان انا بحب الطبيعه، بحب اكون طبيعيه كده، ما بحبش اعمل بالجرام ولا بالكده، عشان مش كل الناس عندها ميزان، ومش كل الناس ماشيه بالحديه ولا بالوحده ولا. سيبيها على بركه الله، دايما تكسبي، دايما خلي كل حاجه على بركه الله وسنه حبيبه تكسبي. دي نصيحه، هي مش مساله الجرام وحشه، بالعكس. بس عارفه انت لو عملت اي حاجه بالدقه والثانيه والحاته وكده وقامت بايظه لا قدر الله منك، انت بتزعلي نفسيا جدا، تقول انا وزنت كذا وانا عملت كذا وانا عملت كذا. اما تسيبيها على بركه الله بقى ما شاء الله ما شاء الله، مش عايزه اقولك. بص الزبده نازله ازاي، في حته نزلت اهي كده. لمي بقى كل حاجه كل حاجه بص يا بنتي احنا بنوفر كده، شايفه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا حطاها في علبه ليه؟ لان البرطمان انا ما بحبش بصراحه، البرطمانات بتبقى رزله لما الحاجه كده، انما العلبه تقدري تتحكمي فيها. بس ممكن عندك برطمان انت عادي حطي، مالكيش دعوه بيا انا، انت توكلي على الله وحطي عادي ماشي. اهي هتجمد شويه تبرد شويه بقى ونحطها ان شاء الله في التلاجة على الرخامه، مش هيحصل اي حاجه. دي بقى كده ايه، نبتدي نعمل بوتفور وغريبه. بصي بقى كده حلو قوي اللون الذهبي ده، شايفه؟ انا مش عايزاها اكتر من كده، علشان هي على بال ما هتبدأ تهدى وتبرد ان احنا هنصفيها وكده هيكون بقى لونه غامق شوية. فاحنا يا حبيبة قلبي كفاية قوي اللون ده. اوعي ترمي اي حاجة من الحاجات دي، هنستخدمها في وصفات ما اقولكيش. عندك صينية مثلا طلع اكلها مايع، طلع سواها مش مظبوط، اي حاجة تحطي معلقة من ديت كده وتاخد غلوة في الاخر كده، الله اكبر الله اكبر. بس عارفة ما تكتريش عشان ده خطر جدا يعني بصراحة. بس ما تقلقيش من وانت بتسيحي كده هتقولي ريحة هتقولي اي حاجة، صدقيني وصدقي وبالله كده مفيش اي ريحة هنا، انا طافية النار، ده من حرارة الحلة. علشان كده بقولك اطفي اول لما يبتدي يبقى لونه ذهبي. ليه؟ علشان ما يسودش معاكي ويتحرق، خسارة الحاجات دي، خسارة خسارة يعني. انت ممكن بقى لو هتجيبي الكيلو، لو هتجيبي كيلو دهن يبقى كوباية لبن كبيرة عليها كوباية زيت. يعني هنا كانت ناقصة شوية الكوباية، بس انا كنت مكترة الزيت عشان مش كنتش حابة ايه يعني، ما مش حاطة نص كوباية بس، حاطة كوباية الا ربع. خليكي دايما كده ايه امينة. يلا كده نشوف الزبدة دي اللي لسه معانا شوية عايزة، بس ايه لسه عايزة شوية في السوا تستوي براحتها على بال ما انت ايه تعملي لي لايك. بصي بقى تشيلي كده بالراحة وتصفيه بالراحة عشان لسه سخن. وبالتالي ده بقى الكنز، عارفة زي ما بيقولوا ده الكينج،
ده الملك كده، الاحمر ده الملك. هضيفي كده في صينيه بطاطس، في صينيه فراخ، في صينيه اي حاجه كده، مع ان الفراخ غاليه بس يلا. مش عارفه غليت كده ليه. كانت اللحمه لما تغلى الواحد يقول هجيب فرخه نرميها في الحل. النهارده مش عارفه الناس هتقول ايه. ربنا يكون في عون الناس. انا بجد شفت ناس ماشيه في الشارع تحسبها. ايوه كده. تعالي بقى شوفي اهو. سمنه بلدي دي ولا مش بلدي؟ بلدي جدا. شوفي ننزل 3 صباط من المصفى، ارجعي اصفيها مره اخرى. بس هي عشان سخنه جامد، ربنا يستر على العلبه. تعملي ازاي وتصفيها وهي سخنه جامد لحد ما نشوف الزبده بتاعتنا. بصي بدات تستوي اهي وبدات تغسل اهي، شايفه اهي. الدهن معانا طلع ما شاء الله، اللهم بارك. والزبده طلعت تبارك الله. دي خلاص اهي بدات تفصل وبدات تستوي اهي. استنى اما الوش خالص يصفى زي ما انت شايفه كده. شايفه تسيبيها خالص ما يبقاش فيها اي حاجه. كمان لسه شويه صغيرين كده وايه و... وهندفع عليها. هي عايزه حبه تاني كده لحد اما تصفى وتهدى. نقوم احنا بقى ايه نصبها وتطلع معانا بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بس اوعي تسيبيها تولع، اوكي؟ يعني خليكي كده متابعه وخلاص. هي خلاص اهيت الحمد لله. يعني ايه شويه صغيرين وهتهدى الدنيا والامور باذن الله لحد ما تاخد اي الحبه اللي لسه فاضلين واوريك النتيجه. بصي بقى صفت خالص اهي. طفينا عليها اهي. تصفي بقى كده مع نفسها بقى عشان ايه تهدى. ونفضها في البرطمان مع بعض واوريك الفكره. هنا برضو اوعي المرطه دي ترميها، اللي تحت هتلاقي تحت صافي كميه كبيره كده. هقولك برضو هنعمل فيها ايه. احنا كل حاجه عندنا ما بنرميهاش. ما تهدريش اي حاجه، خليكي معايا. هتقدري تعدي بيتك بالازمه دي باذن الله، لان بيتي زي بيتك. كلنا على ده الحال وربنا ييسر الحال ان شاء الله. بصي بقى الصفا. بصي جمال السمنه اللهم بارك. شايفه عامله ازاي؟ انت تقدري هنا تلونيها لو عايزاها لون برتقاني. تقدري تحطي فيها سنه زعفران. عايزاها لونها يعني مدي على الاصفر كده. تقدري برضو تصلي على الحبيب وتحطي فيها كركم. وتقدري تحطي فيها دلوقتي ملح. وتقدري وانت بتسوي الزبدة تحطي ملح في تسوية الزبدة نفسها. بصي على نقائها، الله اكبر من حاجة. انتي برضو يعني مش هيحصل حاجة لو جبت اللبن غليتيه. انا ظروفي على قدها وانت ظروفك على قدها. انا بجيب كيلو اللبن مثلا بالليل بغليه، اشيل معلقة القشطة في كيس في الفريزر، معلقة على معلقة، يوم فيه ويوم ما فيش، يوم حسب ضمير البياع ويوم حسب كده. وبتمشي والله بتمشي. اعديها يمين في شمال. وما تيجي تعبي حاجة زي كده حطي طبق تحت البرطمان، ما تعمليش زيي عشان ما توقعيش على الارض. هحط طبق وارجع اكملها ونشوف الكمية مع بعض. بصي انا عايزة اتكلم معاكي في ايه. احنا دلوقتي اهو ما شاء الله عملنا كمية حلوة. البرطمان ده بياخد 5. ادي احنا اهو كده هنفضي دي كده بالراحة كده. بصي احنا دلوقتي نقدر نعمل ايه في الدهن دي عشان برضو ما يبقاش دهن صافي. تحطي كده كوبايتين سمنة مع كبشتين سمنة بلدي كده علشان تقدري تطبخي بيها عادي. ماشي. عندك روابي كريستال. انا ما عنديش بصراحة. لو عندي كنت هحط، او بمعنى اصح اجيب واحط مع كبشتين برضو زي كده وتبقى متخلطة وكويسة. بس انا للامانة ما عنديش. انا عندي نوع صغير اهو، كيس صغير من ده كده. فمش مش يعني معلقة اللي فيه. فانا حابة ايه اوريك الفكرة ان انت تجيبي تقدري تخلطيه بالسمنة. يقدر برضو يبقى معاكي. يعني بص انت ممكن يعني اقول لك ايه، اللهم صل على كامل النور. انت ممكن تجيبي ب10 جنيه سمنة لو ما عندكيش علبة وتاخدي منها كوباية
كوبايه سمنه، كوبايه زيت، كوبايه سمنه نوع تاني، هتبقى الحاجه متخلطه وهتبقى الحاجه معاكي اللهم بارك جميله جدا. بصي المرطه معانا تقيله جدا. لا 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 سخنه الحله لسه سخنه قوي يعني. فبصي انا قلت بس اوريك الفكره ان انتي تقدري هنا تزودي جدا اللهم صل على كامل النور. تقدري تحطي كوبايه كريستال او روابي او جنه او نباتي، اي نوع سمنه نباتي على دي، يبقى كوبايه زيت على نص كيلو الدهن على كوبايه سمنه. انا حطيت كوبايه سمنه بلدي، يطلع معاكي اللهم بارك مش هيبقى فيه اي ريحه خالص ما تقلقيش جدا. كوبايه اللبن مضيعه ريحه الدهن، وجربيها وصدقيني هتعجبك الفكره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تسيبيش اي حاجه خالص في المرطه دي يعني. عارفه بصي الحله شايفه بس لسه سخنه. بصي مش عارفه انت شايفه ولا ايه، لسه معايا سمنه ايه. السمنه دي كلها صفيها كده، صفي بقى، بس لو عندك حاجه تصفي بيها بالراحه كده بهدوء وصفي. والمرطه دي لميها وحطيها في العلبه، وفي يوم نعمل وصفه للمش لو انتي ما بتاكلوهاش. لو بتاكلوا المرطه في البيت يبقى حلو قوي. ما بتاكليش تقدري منها تحطي على الطحينه، تقدري تحطي على الاكل منها برضو، على الجبنه القريش مثلا لو انت عايزه حاجه دسمه. بس انا بديكي افكار، بس الفكره هي حلوه جدا للمش، تقدري تعمليها وتعملي المش. بس احنا عملنا قد ايه اللهم بارك. ده بياخد 5 ترطال سمنه، اللي هي السمنه البلدي. عارفه انت اللي هي الرطل ده تقريبا بيبقى نص كيلو، يعني ده بياخد 2 كيلو ونص. فاحنا اللهم بارك اهو مليناه، ما عادش غير حاجه بسيطه بس اصفيها من اللم من البيت. يعني لمي حاجه بيتك، مش انت عارفه يمكن ياخد معاكي سنه عشان تلمي مثلا حاجه زي كده، بس واحده واحده هيتلمي معاكي وهيبقى معاكي كده اللهم بارك. طريقه السوى انا وريتها لك واحده واحده على نار هاديه. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بصي بقى صفينا المرطه خالص 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 اهو كده. بصي شايفه ده كله هلمه في العلبه دي وهشيله على كده. انا كنت واخده بشيل الوش اهو، شلت بس معلقه واحده. ان كان عجبك الفيديو لحد هنا، طلعت باي فكره حلوه، لايك وشير واشتركي لي في القناه وفعلي الجرس علشان ودوس على كلمه كل عشان يوصلك من هنا كل جديد باذن الله تعالى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصي انتي لو مش مصدقاني انا ممكن اوريكي. انا ما عنديش والله غير هي المعلقه دي، لان انا ما بستخدمش قوي يعني السمنه دي. معلقه صغيره خالص اللي في البتاع. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي حاجه بسيطه كده. انتي هنا تقدري تحطي كوبايه، نص كيلو مثلا. لو جبتي كيلو وخلطتيه، احنا هنا حاطين سمنه بلدي عامله دهنه عامله كده، مش هيأثر معاكي. ده لطبيخ البيت. هنا من الدهن عملنا فكرة كويسة وطلعنا سمنة برضو بلدي ما شاء الله عشان كوباية اللبن اللي حطيناها. اللهم بارك. ازاي تخففي الزبدة؟ بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله. هنا اللهم بارك اهو الدهن. بصي ده عارفة ده في الاكلات رهيب جدا، طعمه ما شاء الله روعة. ادي معانا اللهم صل وسلم وبارك على بصي ما شاء الله. هتيجي هنا بقى على المرطة دي وتلميها بالمعلقة كده واحدة واحدة هنا كده. بصي كده، وما تقوليش ده الحلة غمقت، لا هي لازم اساسا تغمق معاكي كده. بس ده طالع مني مرطة كتير عشان اساسا بيبقى في القشطة دي مثلا مية اكتر غير التانية، غير وش الطاج اللي هتبقي واخداه من غير ما يتغلي من غير اي حاجة بتفرق. بس في النتيجة الطعم واحد، الريحة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لان بصراحة رحت اشتريت زبدة من واحدة بنت حلال طلعت فيها دقيق ذرة، فانا قلت
انا مش مثلا مش هعرف اجيب زبدة كويسة او حاجة كويسة، انا اعمل زبدة انا من نفسي، والحمد لله الفكرة طلعت كويسة وهتعجبك ان شاء الله. صلى على الحبيب كده يشفع لنا يوم القيامة بإذن الله. اختمي لي الفيديو بكومنت حلو كده منك، قولي لي رأيك، قولي لي انهي فكرة عجبتك، تحبي اديكي افكار زي كده. يعني انا ممكن برضو من كوباية لبن ومن طبق قشطة معلقة زيت، كوباية زيت او لتر زيت، تعملي كيلو سمنة برضو بلدي بطريقة تانية، عليها معلقتين دقيق تطلع معاكي سمنة برضو ما شاء الله اللهم بارك. لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. بالله عليكي اعملي لي لايك علشان الفيديو يترفع لاكبر عدد من المشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استودعكم في الله الذي لا تضيع ودائعه.